بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير ومساء الأنوار عليكم جميعا. بقول لكم عن قصة صارت لي. واحدة من قريباتي زارتني مع عيالها من أكثر من شهر تقريبا. واحد من عيالها ما شاء الله معروف في العائلة، حركي كثير وحركته قوية، شقاوة الأطفال وعفرتتهم. ذاك اليوم قضينا اليوم في الهواء الطلق، الولد لعب بالرمل طول اليوم. بعدها بأسبوع أمه اتصلت فيني قالت لي شي غريب صار يا ندى. طول الأسبوع ولدي مبسوط ومستانس وسعيد وهادئ ومستقر. سألتها سؤال، قلت لها ليش هو أول مرة يلعب في الهواء الطلق، أول مرة يلعب في الرمل؟ قالت لي إيه عادة ناخذ المولات. قلت لها خلاص سألتي السؤال وجبت الجواب. الحل إنه مشى حافي ولعب بالرمل. كل الأمهات اللي عندهم مشكلة فرط النشاط الزائد يا أولادهم، عندهم صعوبة على السيطرة على انفعالات أولادهم أو تهدئتهم، هذه النصيحة الذهبية لكم. مشوهم حفي ومشوهم على أشياء طبيعية، الرمل، على شاطئ البحر، على العشب، على الحصى، على الحجر. لا في واحدة تقول والله أنا ما عندي وبعيد الحديقة ومش عارف، إن شاء الله الحوش اللي صوب بيتكم، إن شاء الله البراحة اللي جنب بيتكم فيها رمل، خلوا الأطفال يلعبون، بس أهم شيء يكونون حافين. هاي الشيء مش بس مفيد حق الأطفال وبعد حق الكبار. المشي حافي هي جزء من إفراغ الطاقة السلبية اللي تتجمع في الجسم. إحنا جسمنا يشتغل كمستقبل كبير نستقبل فيه الترددات اللي تجي من الأشياء اللي تحيطنا، هي موبايلات، هي تلفزيونات، أشياء داخلية، انفعالاتنا إحنا، ساعات الغضب، الحزن، الاكتئاب، أشياء كثيرة. وفي انفعالات تجي من الآخرين يصدرونها لنا، هي تردداتهم، طاقتهم هم، توصل لنا بما يتعارف عليه بلغتنا نسميه الحسد والعين وهالأمور دي كلها. هاي كلها تتجمع في جسمك، شلون تفرغها؟ عندك مجالين، أكثر من مجال، بس أهم مجالين تفرغهم فيهم هي منطقة الجبين والقدم. القدم إنك تمشي حافية على رمل، على عشب، على حصى مثل ما قلت، والجبين نفس الشيء ممكن تحطه على رمل أو على حصى. لا تجي واحدة تقول والله أنا العيال يمشون حافين في البيت، البيت ما يصلح. البيت هالكاربت والزل والسيراميك والقاشي دي هي اللي دمرت الناس. الناس قاعدة تعاني من مشاكل المفاصل والروماتيزم ومشاكل مسامير القدم وإلى آخره، كله بسبب هالمواد الصناعية اللي يستعملونها في البيت، وإحنا ابتعدنا كثير عن الأشياء الطبيعية. الرمل والحصى والعشب والحجر إذا مشيت عليهم وأنت حافي القدمين، مو بس فوائد تفرغ الطاقة السلبية وتخليك مستانس ومرتاح وسعيد، بل تتعدل إلى أكثر من ذلك. في أمراض كثيرة ما يسعنا هالوقت إن احنا نقولها اعالجها موضوع المشي حافي القدمين. أدعوكم إلى البحث والتقصي، وإذا إن شاء الله في حلقات قادمة ممكن نتعرض لهم. في النهاية هو اختيارك، الاختيار عندك وأنت سيد القرار.